السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. معكم مطبخ رضا البسيط. وصفتنا اليوم كيك بحجم عائلي كيجي رائع، خفيف ولذيذ بزاف. كنتمنى تجربوه، تردوا عليا في التعاليق ديالكم الزوينة. ما تنسونيش في الاشتراك في القناة والضغط على الجرس باش يوصلكم كل جديد. وكنعتذر على التأخير لظروف صحية عند الوالدة ديالي، كنتمنى تدعوا معها بالشفاء العاجل. وغادي ندوزو مباشرة المقادير. هنا عندنا 5 د البيضات مع رشة ديال الملح بدرجة حرارة المطبخ. غادي نضيف عليهم 2 كؤوس ديال سكر حبيبات، وغادي نطرب بالطراب الكهربائي. ممكن تستعملوا الخلاط اليدوي حتى يندمج ليا الخليط. هنا غادي نسم بقشور الليمون، ما درتش الفاني، ممكن تعوضوه بالفاني. غادي نضيف 2 كؤوس مع مرينش ديال زيت المائدة بعبار ديال العنبة. ايضا غادي نضيف كأس ديال الحليب مع ربع كأس ديال الليمون كما كتلاحظوا، وغادي نخلط مرة أخرى. هنا غادي نضيف قشور الليمون، وغادي نخلط حتى يندمج ليا الخليط. وغادي ندوز نضيف الدقيق تدريجيا. هنا عندي 3 كؤوس ونصف ديال الدقيق مع 3 ساشيات ديال خميرة الحلوى. والدقيق كيبقى على حسب النوعية، ممكن تستعملوا أكثر أو أقل. أنا عطيتكم فقط القياس اللي درت أنا. كنبقى نضيفو تدريجيا بعد ما غربلتو حتى كنحصل على هذا القوام. ما يكونش الخليط ثقيل وما يكونش الخليط عاوتاني خفيف باش ما تهبطش ليكم الكيك. هنا جبت واحد المول اللي دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق وفرش ليه بابي كويسو او ورق الزبده، اللي القطر ديال هذا المول 27 سنتيم. غادي ندخلو للفرن. غادي ندخلو الفران ديال الغاز. المده ديال الطهي اللي دات لي انا تقريبا واحد 25 دقيقه. لاحظوا مني خرجته من الفران. هنا عندي المربى اللي غادي ندهن به الوجه ديال الكيك، وغادي نزينو بالفيرميسي وبالكوك. عندي هنايا الكوك و3 الاشكال او 3 الالوان ديال الفيرميسي، وكيبقى التزيين اختياري على حساب الرغبه. وهنا بعد ما زينتها هذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه. لاحظوا غادي نقطع معكم طريف. كيك عائلي كنتمنى نتوما يولي معتمد عندكم في المناسبات. كيجي رائع لذيذ بزاف. لاحظوا القوام ديالو كيجي هشيش. كنتمنى تجربوه وما تنسونيش من التشجيعات ديالكم ومن لي لايك. دمتم في رعاية الله، والى وصفة قادمة ان شاء الله.